بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا النهاردة هنتكلم عن المارد المصري والدول وليبيا والدول العربية. في حاجة الأول أنا عاوز أنوه بيها سيادة المشير طنطاوي والدكتور المحترم اللي ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحة دكتور عصام شرف، نوهوا أكتر من مرة إن مصر عليها مطامع، موقع جغرافي، يد العاملة، موارد، السياحة، الآثار، عليها مطامع من الدول الخارجية وإحنا كلنا عارفين دوت. طيب إحنا دايما باصين لفوق لناحية سينا، ودايما عاملين حذرنا من ناحيه سينا، الناس اللي هم الاسرائيل اللي ورا سينا دايما احنا عاملين احتياطنا منهم. طيب والجزء اللي هو من ناحيه ليبيا، بمعنى لو جينا بصينا على قاره افريقيا هتلاقيها شبه القلب، شبه القلب. مصر وليبيا الاذين والبطين. دكتور عصام شرف ربنا يبارك له ويديله الصحه ابتدى يهتم بالبطين الايمن والبطين الايسر، الجزء التحتاني من افريقيا اللي هو الشريان نهر النيل. ابتدينا ننظف علاقات معاهم. الشريان اللي هو بيخرج من القلب شايل ثاني اكسيد الكربون وبيرمي كل شيء ملوش فايده في الجسم بره، ده الشريان اللي هو احنا في الجزء دوت، الجزء الايسر. طب ما احنا لازم نهتم بالاذين الايمن اللي هو فيه الوريد المغذي بالاكسجين. الوريد البطين الايمن محتاج دعامه، لازم نركب له دعامه ولازم نلحقه، اللي هي ليبيا. لازم تحمي جنبك، احنا بيتعمل علينا مقص من ناحيه ليبيا ومن ناحيه فوق اسرائيل بطريقه غير مباشره، بطريقه التعبان. مقص بيتعمل علينا، فلازم نهتم بليبيا. يا عم احنا فايقين لليبيا، ما كفايه اللي احنا فيه. اصبر واسمع الكلام للاخر، يمكن الكلام يعجبك. ليبيا وظهور المارد المصري او بدايه تحركات المارد المصري المفروض ان هي تبتدي من ليبيا. ازاي؟ ابعت كتيبتين. الاول اتفق مع زعيم الحركه اللي هي الثوريه الليبيه ان احنا ناويين ندعمكم وان احنا نشارككم. لازم نشتغل بكذا وجه في موضوع ليبيا. الوجه الاول هو مساعده الحلف الاطلسي. الوجه الثاني مساعده اخواننا الليبيين، وحرام وكفايه نزيف الدم اللي بيحصل في ليبيا. الوجه الثالث مصلحتك الشخصيه. ازاي؟ الوجه الاول مساعده الحلف الاطلسي، ان احنا هنساعدهم علشان خاطر برضك ما يتقالش على الحلف الاطلسي ان هو شنق القذافي زي ما شنق صدام حسين في العراق، وقعدنا زعلانين برضو على صدام حسين فترة طويلة جدا بسبب ان الاوروبيين هم اللي عملوا او امريكا هي اللي عملت فيه كده. فبيد لا بيد عمرو، بمعنى اتفق مع الحلف الاطلسي كفايه ضرب من فوق وهنبتدي نخش من تحت، واللي اولى كده هو مصر. نمره 2 تتفق مع الثوار الليبيين او زعيم الثوار الليبيين بانك انت خلاص نويت تساعدهم وتخش. لو دخلت الوقين كتيبتين لو دخلتهم هتنهي المذبحه اللي بتحصل في ليبيا، هتنهي المذبحه اللي بتحصل في ليبيا. تاخد القذافي وتجيبه الضيف عندك يصيف مع اخواننا
اللي في بورتو تورا، هو والمسؤولين وراه. او ممكن تسيب المسؤولين اللي وراه، وكفايه علينا انك انت تجيب القذافي وبعض رؤوس الفساد اللي كانوا في ليبيا. طيب خدته انت دلوقتي، خدت القذافي، هتبتدي الاوروبيين عاوزين يتدخلوا ان هم عاوزين يحكموا على القذافي كمجرم حرب. محكمة العدل الدولية طبعا هتبقى عاوزة ان هي اللي تحكم على القذافي كمجرم وعمل كده في شعبه وفي ناسه. هل تسلمهم؟ لا. لما ربنا يخسف بمصر والسعودية الأرض وياخدوه، مصر والسعودية، مصر والسعودية لما ربنا يخسف بيهم الأرض يبقوا ياخدوه ساعتها. طيب مصلحتك الشخصية، مصلحتك الشخصية في حاجات كتير قوي. أولا هتبقى أنت كتف بكتف قايم أنت وليبيا، اقتصادها أعلى باقتصادك، أعلى من اقتصادك عشان هما عددهم قليل. هيحلوا لك مشكلة البطالة اللي عندك. انت بتقول عندك 2 مليون مواطن لا يعمل، بطالة. هتحتاج منك مهندسين بترول، هتحتاج منك دكاترة، هتحتاج منك تمريض، هتحتاج منك عمال في جميع المجالات، هتحتاج منك مهندسين زراعة، هتحتاج منك محاسبين، هتحتاج منك. يبقى انت كده هتبتدي تحل جزء من عندك كبير برضه. ماشي. وكمان برضه عشان دكتور فاروق الباز ما يزعلش، عشان مشروعه خدوا القذافي وعملوا ومشاه. فهل ممكن اخواننا الليبيين يوافقوا على مد النهر الليبي جوه مصر بنفس الصحراء يمتد، تعملوا فرع يخش جوه مصر ونقوم بزراعة المنطقة اللي قال عليها دكتور فاروق الباز؟ ممكن، ليه لا؟ ما احنا قلنا هنطلع مع بعض كتف بكتف، وقلنا مع بعض ان هم اخواننا، وزي ما سيبناهمش في الشدة برضك هم مش هيسيبونا. وممكن ان احنا نشرب من مية واحدة، احنا اخوات في الاول وفي الاخر. والنبي وصى على 7 جار، واحنا اول جار ليهم، لازم نقف جنبهم ويقفوا جنبينا. يعني ممكن. طب ما هو قالوا ان الصحراء ديت فيها رمال، مش هنغلب. وبدل ما تكلف نفسك محطة كاملة، محطة مياه كاملة لضخ المياه ديت وتعمل نفس المشروع بتاع القذافي، هنستأذنهم بشق ترعة تخش جوه مصر ونقوم بموضوع الزراعة عشان خاطر نقوم بالآونة الزراعية في مصر. قذافي عندك موجود جوه بلدك، انت المتحكم فيه. من النقطة دي كله عامل لك 1000 حساب. جيشك ما يخرجش غير لما ليبيا تقف على أرض صلبة، حتى لو هتسيب عدد قليل من الجيش، حتى لو انت اللي قمت بتدريبهم، حتى لو انت اللي اديتهم خبراتك في الجيش ان هم محتاجين كده. وتمنع الكنترول اللي بيتعمل عليك من ناحية ليبيا، ان هم لو هم اللي دخلوا جابوا القذافي وهم اللي اتحكموا في ليبيا برا، اول شيء هيفكروا فيه ان هم هيستحوذوا على ثرواتها زي ما استحوذوا على ثروات العراق. هيحطوا فيها قواعد صاروخيه وقواعد حربيه، معمول عليك كنترول ومعمول عليك مقص وانت ما انتش واخد بالك. اللهم بلغت اللهم فشل. القذافي بقيت انت عامل الكنترول على ليبيا ومساعدتهم وبايدك معاهم، وايد في ايد كالبنيان المرصوص، كالجسد الواحد، عرب مع بعض واقفين جنب بعض. وعندك القذافي كله حاول ان هو ياخده منك، واخرهم ممكن تكون السعوديه.
اوافق ان انا اديه للسعوديه بس ببعض الشروط. فالسعوديه ممكن تتدخل ان هي مثلا تبقى عاوزه تحل المشكله بتاعه القذافي وجوده في مصر، ممكن ان احنا ساعتها نسلمه للسعوديه ونبتدي نكبر للسعوديه ونحطها واجهه للدول العربيه والاسلاميه. بمعنى جه الوقت اللي يقام فيه مجمع رؤساء الدول العربيه والاسلاميه. ده جه الوقت الدول العربيه والاسلاميه بدل مجلس التعاون الخليجي يكون كل الدول العربية والإسلامية قبضة واحدة. وممكن ساعتها انك انت تسلمه للسعودية، وممكن ان هم يحاكموه، يقام عليه الحد هناك، هم حرين، يبقى انت خلصت منه من شره ومن بلاد. وممكن في مجمع الدول العربية والإسلامية دوت لو أقام فعلا، لو أقيم مجمع الدول العربية والإسلامية، هيحل مشكلة الفار حاكم سوريا وفاسد حاكم اليمن، ويتم القبض عليهم إن شاء الله في أول جلسة لو تم الشريط بالريتم دوت. هيبقى أنت كرئيس مصري وقفت بحر الدماء اللي ماشي في الدول العربية والإسلامية، ودي هتبقى جميلة ليك ولمصر عمرها ما هتتنسي. هتبقى ليك الريادة، ليك القوة، ليك الرأي، ليك الحكم، لأن هيكون مجمع الدول العربية والإسلامية من الباطن حكم مصر والسعودية، من الظاهر حكم السعودية. من الباطن حكم مصر والسعودية، من الظاهر هو حكم السعودية. يعني لازم اللي يكون الحاكم في مجمع الدول العربية والإسلامية هي دولة الوحي، دولة الدين، دولة الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام. والله 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 لو قمنا كلنا كدول عربية إيد واحدة، هي الخطوة الأولى لتحرير فلسطين. الخطوة الأولى لتحرير فلسطين، وإن شاء الله ربنا هيكرمنا وهنقوم بحل القضية الفلسطينية إن كانت سلمية أو إن كانت بالقوة. يعني أخذ بالقوة يؤخذ بالقوة. وبعدين موضوع ليبيا دوت لما تيجي تخلصوا أنت، وموضوع سوريا لما تيجي تخلصوا، وموضوع اليمن برضو لما تيجي تخلصوا، هتحد بحر او نهر الدم اللي سايل للمسلمين. دي اول حاجة. تاني حاجة، انت مش هتبقى غلطان انك انت هتمشي على قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما تستناش الأوروبيين والأجانب هم اللي يجوا يحلوا لك مشاكلك حتى لو كانت بالقوة، وربنا أمرك بكده. يعني ربنا يجعلنا إن شاء الله دايما في الريادة، وربنا دايما يجعلنا في المقدمة. ويمكن ربنا ألهم الرئيس السابق حسني مبارك إن هو يتنحى عن المنصب بسرعة فائقة. يعني إحنا نفسنا ما نعرفش ليه، يمكن علشان خاطر ربنا رايد إن مصر تفضل واقفة على رجل صلبة. هل ربنا رايد إن مصر إن هي تفضل ظهر الأمة العربية والإسلامية وظهر الدين؟ هل ده تمهيد لظهور المهدي المنتظر؟ عشان الراجل يجي يلاقي فيه نقاء وفيه صفاء، ويلاقي الدنيا كلها الأرض مفروشاله
تكون الامور معاه سهله. احنا لحد دلوقتي لسه ما نعرفش حكمه ربنا في اللي بيحصل دوت، بس ان احنا كل اللي اقدر اقوله ان احنا لازم نقف وقفه جديه مع نفسنا ومع الدول العربيه، ويجب ان احنا نعمل ونسيبنا من موضوع المظاهرات. وقلنا ان شاء الله ربنا يكرم الرئيس الجاي وياخد بالفكره بتاعتي اللي انا قلتها، اللي هي نائب رئيس او نيابه الرئاسه للمحافظات اللي هيعمل عليها كنترول بنفسه او بنائب من نواب رئاسه الجمهوريه. كل مشاكلك انك انت تروح تقدمها فيها، كل اللي انت عاوزه طلب وتروح تقدمه فيه، مش لاقي شغل، مش لاقي عندك فساد في الشركه الفلانيه تروح تقدم شكوتك، عندك مش عاوز المحافظ فاسد وبيعمل كذا 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 تروح تقدم شكوتك. وربنا يقدرنا دايما ان احنا نكون في الرياده، وده بالعمل والجد مش بالمظاهرات وبالاشعار. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنون. انتبهوا، وقفوا مع نفسكم وقفه جديه، وابتدوا الحركه العمليه واليد العامله القابضه اللي تقوم مصر من جذور الارض لعنان السماء. واللهم بلغت، اللهم فاشهد. ودي الرساله الثالثه اللي انا حبيت اوصلها لكم. الرساله الاولى كانت رؤيتين اللي انا شفتهم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، رؤيه شق القمر، واعتقد ان اقتربت الساعه وشق القمر. رؤيه الرسول عليه السلام ان هو تعبان وعاوز يستريح، قالها لي باللفظ، وانا واثق ان شاء الله ان احنا هنكون بدايه الراحه ليه، وواثق ان شاء الله ان ربنا هيكرمني واشوفه مره ثالثه، بدل ما هو في اوضه متر في مترين، ان هشوفه في الروضه اللي هي افضل روضه لافضل مخلوق خلقه ربنا، ما بين قبره ومنبره، ان ربنا يوعدكم زي ما وعدني ان كنتم تصلوا ركعتين فيها. ربنا يوعدكم ان كنتم مش تخشوا المدينه وانتوا في مداخل المدينه المنوره، وانتوا في مداخل المدينه والله تحس ان صدرك بينشق وبينشرح وبينضف من كل حاجه جوه، وانت من بره المدينه. ما بالك وانت جوه المسجد النبوي، ما بالك وانت بتصلي ركعتين في الروضه بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام، اللي هو سايبها وقاعد في غرفه زعلان وتعبان ونفسه يستريح. افكركم تاني، ومجروح ونفسنا ان هو يخف جرحه ويقف تاني مره على رجليه. دي دعوه من الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ان احنا نوقفه، بمعنى ان احنا نوقف الدين والقران والاسلام بالعدل. احنا دين العدل، احنا الدين المكمل لجميع الاديان، احنا اخر دين نزله ربنا، نزله بالعدل عشان يحكم بيه مش العرب، يحكم بيه الكرة الأرضية، يحكم بيه الكرة الأرضية. المفروض يتم. وربنا يوفق الرئيس الجاي اللي أنا لسه لحد دلوقتي ما شفتهوش ولا مرشح من مرشحين رئاسة الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.